السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب يكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة طواجن السعادة، ونقدر نقول كده 4 طبقات من السعادة بطعم حلو جدا ومميز. عايزة اقول لكم كمان وصفة النهاردة تقدري تعمليها في اي مناسبة، سواء بقى تقدميها لاهل بيتك او كمان لاي ضيف موجود عندي. عايزة اقول لك انهم هيحبوا جدا جدا الوصفة وهيشكروكي عليها باذن الله. جربوا كده الطريقة وتعجبكم وتعجب كمان الاولاد. انا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان في الاشتراك. اول حاجه بقى معايا كده بيضايه، معايا كمان كيس من الفانيليا، معايا نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، معايا كمان 3 معالق من الزيت ومعلقه صغيره من الخل، وده بقى عشان تخلي كده لون الكيك معانا فاتح. هحط كمان المواد الجافه، معايا كوبايه وربع من الدقيق، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه بسيطه جدا من الملح. اقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعضها. اخر بقى اضافه هنا معانا ربع كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه. بصوا بقى مفيش اسهل من كده، يعني حضرنا الكيك بدون بقى خلاط، بدون مضرب كهربائي، يعني حاجه سريعه جدا جدا. طب هجيب بقى كده الطواجن عندي، وهبدا مسحه من السمنه، ممكن كمان تدهنوها بمسحه من الزيت او مسحه من الزبده حسب الماده الدهنيه اللي انتوا حابين. هبدا انزل بقى كده بخليط الكيك، هنزل كده في الطواجن، ربع الطواجن بس. هجيب قالب عندي كمان وهغلفه برضو بنص معلقه من السمنه وشويه من الدقيق، واحط برضو بقيه الكيك واحطه على فرن يكون فوق المتوسط بشويه. تعالوا بقى نحط كده صوص شوكولاته سريع جدا، نص كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الزيت. وهنا كان بقى عندنا احلى صوص شوكولاته سريع جدا وبدون شوكولاته، بس عايزه اقول لكم كانه غني جدا جدا بالشوكولاته. طب هنا بقى الكيك طلع عندي بعد قد ايه؟ بعد تلت ساعه. هبدا بقى اسيبه لحد ما يبرد تماما. طبعا زي ما ملاحظين طبعا بدا الكيك طبعا ان هو يرتفع طبعا وياخد عندي نص قطر. هنا هجيب بقى كده فراوله متقطعه مكعبات، وهبدا انزل بيها برده كده في الطواجن. هبدأ برضو انزل برضو الطبقة بقى التالتة كده. عندي كريم شانتيه، دي نص كوباية من كريم شانتيه، عليها كوباية الا ربع من اللبن، ومعلقتين كبار من السكر البودرة. اللبن طبعا يكون مسلق، ممكن طبعا تستبدلي اللبن بماء مسلق. طب بعد بقى ما ظبطت كده الكريم شانتيه بقى كده في الطواجن، هبدأ انزل بقى بصوص الشوكولاتة عندي. هبدأ بقى انزل بيه كده بالشكل ده وهسويه برضو. ولو لقيت برضو ان هي الحواف بتاعة الطواجن بعد ان هي عندي يعني تتبهدل شوية، ممكن بس اجيب منديل وابدأ اظبط الطواجن. تعالوا بقى نعمل كده اشكال بابا نويل من الفراولة. اجيب الفراولة عندي تكون بس ليها بوز كده شوية، ابدأ بقى اقطعها بالشكل ده نصين. تعالوا برضو نعمل واحدة كمان اهي برضو، ابدأ برضو اقطعها بالشكل ده. دي بقى عندي عجينة عادية جدا، اي عجينة طبعا كلنا بنعرف نعمل عجينة. هي عبارة عن حوالي كده 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من المية، وبدأت ان انا اشكلها كور بالشكل ده. هبدأ كمان اجيب قرنفل وهعمل بقى العيون، وكده بقى عندنا احلى بابا نويل بالشكل ده. ممكن كمان تخلوا الاولاد يشاركوكوا في الوصفة دي، هيكونوا مبسوطين بيها جدا جدا. يعني بص هي وصفة استمتاع كده، يعني هي وصفة حلوة بنعملها، بس وصفة كمان ممتعة، نقدر كمان نشارك الأولاد فيها، يكونوا مستمتعين جدا معانا ومبسوطين. بعد كده هجيب بقى كده شوكولاتة كريسبي اللي هي الصغيرة، ودي أنا جبتها من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات. كمان عايزة بس أقول لكم لو عايزين تطلعوا في الشوكولاتة يكون حلو وتحسوا إن هو كده غني بالشوكولاتة، هاتوه برضو من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات. بيبقى عندهم الكاكاو حلو جدا، ده كاكاو أسباني خام طبعا، خام غير محلى. عايزه اقول لكم الشكل ده ابني اللي عمله.
طب هنا اخر بقى احطها عندي اللي هو اشكال بقى بابا نويل. عايزه اقول لكم ان الوصفه حلوه جدا جدا، الكيك كمان يعني بالرغم من ان هو بيضه واحده الا انه هش طري، باذن الله هيعجبكم جدا. كده خلاص بقى كنت خلصت اهو الطواجن. يعني بصوا حاجه كده بقى جديده، حاجه مميزه، عايزه بقى تعمليها في مناسبه عندك ضيف، عايزه طبعا تقدميها لاهل بيتك هيكونوا مبسوطين بيها جدا جدا، خاصه طبعا الاولاد. بقى كده نشوف الطبقات كلها مع بعضها كده هيبقى شكلها عامل ازاي. نزين بقى الطبقات اهي، باذن الله الطريقه تعجبكم وتعجب كمان الاولاد، ولو عجبتكم الطريقه متنسوش بقى لايك حلو زيكم، كمان الاشتراك والمشاركه فيها عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله.